ايقاف قيد تاني، بس المرة دي ممكن يبقى بسبب بسيرو. ايوه زي ما سمعت كده، الزمالك اللي موقوف قيده مرتين، مرة بسبب خالد بوطيب ومرة بسبب باتشيكو، معرض لايقاف القيد بسبب بسيرو. طب يا ترى ليه وايه السبب؟ وهل الزمالك اصبح نادي الزمالك للايقافات الرياضية؟ يلا بينا نفهم بقى القصة. طبعا بعد الاداء في ماتش البنك الاهلي وقبله ماتش المصري وضياع حلم الدوري واقتراب برضه ضياع التأهل لبطولة افريقية خلال الموسم اللي جاي، الزمالك ابتدى يفكر في اقالة جوزيه بيسيرو، ودي حاجة من الحاجات المنطقية جدا واللي اي حد اكيد هيأيدها لاسباب كتيره جدا. الزمالك بقى من غير شخصيه، وكمان الفريق بقى تحسه كده انه مستسلم وعايز يخسر، لكن الزمالك ما يقدرش يعمل كده لسبب ان جوزيه بيسيرو ليه شهرين مرتب. ده غير كمان ان في بند اتعرف في عقده ان في حاله انه مشي قبل نهايه الموسم وما حققش التارجت يدفع الزمالك شرط جزائي لمده شهرين. يعني من الاخر بيسيرو مكمل لحد البطوله بتاعه كاس مصر والنهائي بتاعها، وده بسبب ان الزمالك ما معهوش انه يدفع الشرط الجزائي. تفتكر بقى ان بيسيرو لو مشي دلوقتي وجيب بديل مصري زي طارق مصطفى او مؤمن سليمان او الاسماء المرشحه، هيرفع قضيه على الزمالك وياخد فلوسه من الفيفا، ولا النظام هيبقى ايه؟